بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة كورس مايكروسوفت اجر ادمنستريتور اكزام AZ 104. بدأنا مع بعض الكورس من فترة وراجعين بنكمل الكورس تاني، ولا زلنا في الجزئية الخاصة بالاجر ستورج. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الاجر ستورج اكسبلورر. قبل ما نبدا بس في الجزئيه الخاصه بالاجر ستورج اكسبلورر، لا تنسونا من صالح دعائكم، ما تنسوناش من الدعم واللايك والشير لو انت شايف المحتوى مفيد ليك. وبالنسبه للناس اللي بتسال وبتستفسر على الكورسات الاونلاين، الرقم بتاع الواتساب هتلاقوه موجود قدامكم على الشاشه دلوقتي، وموجود في الهيدر بتاع القناه، وتقدروا تتواصلوا معايا مباشره على اي وسيله من وسائل التواصل اللي موجوده تحت في الفيديو، سواء على الفيسبوك او على لينكد ان. وتابعونا باستمرار عشان ان شاء الله باذن الله هنكمل كورسات جديده على اليوتيوب تشانل هنا باذن الله تعالى. طيب، السيشن اللي فاتت اتكلمنا على الستورج اكسس كي، وعملنا ابلود من خلال الاجر سي ال اي، من خلال الكوماند في الاجر سي ال اي. واللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع له تاني. والجزئيه الخاصه بالستورج ميني من الحاجات المهمه جدا في المايكروسوفت اجر في التراك، تحديدا في الادمنستريتور. النهارده باذن الله هنبدا نشرح ازاي تقدر تستخدم الاب او البرنامج اللي مايكروسوفت منزلاه، اللي هو اسمه مايكروسوفت اللي هو اجر ستورج اكسبلورر. ايه الاجر ستورج اكسبلورر؟ زي ما انتم شايفين كده، هو برنامج انت بتقدر تتعامل من خلاله، من خلال البرنامج دوت تقدر تفتح اي ستورج، سواء هتفتحه بالاكونت زي ما انت شايف كده، هو الاكونت بتاعك، تقدر تعمل ساين ان بالاكونت بتاعك فيفتح لك كل الستورج اللي موجوده عندك في السبسكريبشن بتاعتك في التننت عندك، او ان انت هتساين ان بالكي زي ما عملنا المره اللي فاتت، او بالكونكشن سترينج، او ان انت تقدر تساين ان بالشيرد اكسس سيجنتشر اللي هنيجي له بعد كده ان شاء الله في السيشنز اللي جايه، وكمان الستورد اكسس بوليسي. فانت تقدر تاكسس الستورج اكونت بتاعك من خلال البرنامج دوت، وتقدر تفتح تعمل داونلود وابلود واديت وكرييت، وتقدر تتعامل مع الستورج بشكل طبيعي جدا على الستورج اكسبلورر دوت، من البرامج المهمه اللي لازم تبقى موجوده عند اي ادمنستريتور. طبعا هو بينزل على الويندوز والماك واللينكس. الاجر اكسبلورر يو كان اكسس مالتيبل اكونت، تقدر تفتح اكتر من اكونت واكتر من سبسكريبشن، وده الشكل بتاعه هنشوفه دلوقتي وهنعمل له هنفتحه عملي معانا. تقدر تفتح منه، تقدر تفتح الستورج اجر سبسكريبشن، وتقدر تعمل لو شيء ستورج اكونتس اند سيرفيسز that are shared for other subscription. وكمان في حاجه اسمها ستورج ايميوليتور، تقدر تكونكت دايركت على السبسكريبشن او على ستورج اكونت، او دايركت على بلوب او فايل شير او كيو او تيبل. طبعا اللينك بتاع الستورج اكسبلورر هسيبه لكم موجود تحت في الديسكربشن. هنا الاجر ستورج اكسبلورر، وده شرح بسيط ليه. وهنا تقدر تعمل داونلود للبرنامج بشكل مباشر لو انت عايز تنزله على الويندوز او على الماك او على اللينكس. بعد ما بتعمل له انستول بيفتح معاك بالمنظر دوت كده. تقدر تفتح الاجر ستورج اكسبلورر او مايكروسوفت اجر اكسبلورر بعد ما تعمل له الانستوليشن. طيب، هنا تقدر تعمل ساين ان بالاكونت بتاعك، يعني انت تقدر تعمل ساين ان بالاكونت الاجر سبسكريبشن بتاعك بالتننت عندك، وتقدر تفتح الستورجز اللي موجوده عندك. يعني انا لو جيت عملت كده، تقول له هنا ساين ان ويز اجر، هيفتح لك ان انت تقدر تكونكت بالاجر بتاعك. اهو انا هكونكت على الاجر، انت عايز تكونكت بالانفايرمنت ايه؟ هقول له هنا على الاجر، بعد كده نيكست. هيفتح لك البراوزر عشان تلوجن منه، فانا هقول له هنا الاكونت بتاعي هنا خلاص. وهنا بيقول لك خلاص هو عمل الاثنتيكيشن، تقدر ترجع للستورج اكسبلورر بتاعك. هيبدا يعمل ساين ان على الاكونت عندك. هنا تعالى هنا اقول له هنا unfilter open explorer. هتلاقي هنا السبسكريبشن بتاعك اتضاف، ودي كل الاستورج اللي موجوده، دي ديسكات موجوده عندي اوريدي، وده الاستورج اكونت بتاعنا، وادي ستورج اكونت تاني. تقدر تتعامل من خلال السبسكريبشن، تقدر تضيف وتعمل اي حاجه انت عايزها من خلال الاستورج اكونت، وتقدر تكريت فايل شير، تقدر تكريت اي حاجه. يعني انا لو جيت هنا في الاستورج دوت كده، هنا ممكن اقول له هنا كرييت فايل شير،
هنا مثلا هقول له storage explorer فايل شير. هتلاقي الفايل شير اوتوماتيك اتعمل له كرييت. تقدر تكرييت تيبل، تكرييت كيو، تقدر تكرييت بلوب كونتينر، والكلام ده هتلاقيه موجود على طول في البورتال عندك. تعال نكرييت برضو في الاستورج ده هنا كده. تعال اقول له هنا كرييت فايل شير. هنا تقدر تقول له هنا مثلا اكسبلورر فايل شير، وتقدر تابلود جوه الفايل شير ده وتتعامل من خلاله عادي جدا. هنا كده هقول له هنا ابلود اي فايل عندك هنا. تعالى كله هنا ابلود الفايل دوت، او اي صوره او اي ايمج او اي ملف مضغوط عندك انت عايز تعمل له اضافه. تعالى هنا اقول له هنا ابلود، اوتوماتيكالي هيعمل ابلود للفايل اللي انت عملته هنا اهوت. خلاص كده اوريدي اتعمل له اضافه. طيب انا عايز اكونكت بقى، مش عايز اشتغل على السبسكريبشن بتاعي، انا عايز اشتغل بالكي. فتيجي هنا ممكن تيجي على الستورج اكونت كده تقول له كونكت تو اجر ستورج. رايت كليك هنا وهتقول له كونكت تو اجر ستورج. اول ما اقول له كونكت تو اجر ستورج، انت عايز تكونكت على سبسكريبشن. خلاص احنا عملنا كونكت على سبسكريبشن. لا انا هقول له على ستورج اكونت او سيرفيس. فهنا بقى بيقول لك هنا هنا الحته اللي احنا اتكلمنا عليها الكونكشن اللي هي الكي او الساس او الكونكشن سترينج. نيكست هنا، فهنا الكونكشن سترينج بتاعنا اللي كان موجود هنا الاكونت نيم اند كي اللي احنا قلنا عليه اللي هو كي 1 وكي 2. تعالى كده نجرب الاول اكونت نيم اند كي. تعالى نفتح كده الاكسبلورر بتاعنا المايكروسوفت ايجي الاكونت بتاعنا. هنا لو رحت على الستورج اكونتس اللي موجوده، طبعا ده هنا لو فتحت هنا هتلاقي هنا في الفايل شير اللي احنا عملنا له كرييشن اهوت الاكسبلورر فايل شير. هاجي هنا بقى على الاكسس كي. هنا بقى في الاكسس كي تعالى اقول له هنا شو. هنا بقى بيقول لك هنا ايه، حط لي الستورج اكونت نيم. تمام، فانا هفتح هنا اقول له الستورج اكونت نيم. تعالى بس كده الاول نعمله، نفتح اللي ستورج اكونت، رايت كليك كده كونكت تو ستورج اكونت. انا هروح على الستورج اكونت ده، هستخدم الاول الاكونت نيم اند كي. هنا ادي الاكونت نيم، كوبي، واقول له هنا بيست. ممكن تدي النيم ده مثلا كده ده بالاكونت كي، بالاكسس كي. كده انا عرفنا ان انا عملت كونكت هنا بالاكسس كي. الاكونت كي بقى هجيب منين؟ يا اما كي 1 يا اما كي 2. فهجيب هنا دلوقتي كده اقول له كوبي تو كليب بورد للاكونت للكي 2. اجي هنا على الاذر اور نيكست. تمام، HTTPS make sure you only connect to secure your trust. خلاص تمام اوكي كونكت. فتح لك الاكونت بالاكسس كي من خلال الستورج اكسبلورر. هنا هو ابلود، شفنا الملفات اللي احنا عاملين لها ابلود كلنا. وتقدر تتعامل ابلود وديليت وتعمل ريفرش وتعمل نيو فولدر. تقدر تعمل حاجات كتيره جدا جوه نيو فولدر. مثلا هقول له هنا هسميه ده ستورج اكسبلورر فولدر. ده جوه البلوب تقدر تابلود جواه حاجات زي ما انت عايز وزي ما انت شغال عادي جدا جوه الستورج اكسبلورر بتاعك. طيب تعالى بقى هنا نرجع تاني للبلوب اللي احنا كنا شغالين عليه. لو افتح بقى كده دلوقتي كده ريفرش، الداتا بتاعتي كده كلها ايه موجوده، مفيش فيها اي مشكله. تعالى بقى عايزين نكونكت بيه الكونكشن سترينج. طيب هجيب كده كوبي الكونكشن سترينج، وهعمل رايت كليك على الستورج اكونت واقول له كونكت تو اذر ستورج. عايز اكونكت على ايه؟ ستورج اكونت اور سيرفيسز. هقول له هنا بالكي نيكست. اقول له هنا ايه الكونكشن سترينج، واكتب ده هنا مثلا. طبعا دايما حاول تعود نفسك النيمنج ده مش بالكي، ده بالكونكشن
سترينج، وقلنا الكي 1 والكي 2 والكونكشن سترينج بتاعهم بيديك فول اكسس على الستورج. يعني ده هنا زي ما انت شايف كده اهو، ده بالكونكشن سترينج وده بالاكسس كي. وطبعا تقدر تكونكت كمان بالكي 1 وبالكي 2، مفيش اي مشكله خالص. تعالى لو جينا فتحنا برضه هنا، برضه فاتح، انت فاتح البلوب وفاتح الفايل شير، تقدر تعمل ابلود جوه البلوب وتقدر تعمل ابلود جوه الفايل شير. انت هنا ليك فول اكسس على الجهاز. يعني أنا لو جيت هنا دلوقتي الصوره دي كده عملت لها ريم، ممكن اجي اقول له دي كده اكسبلورر رينيمينج، خلاص دي بقت الصورة دي كده. لو فتحت دلوقتي البورتال هنا، تعالى هنروح على الفايل شير، هنا الاكسبلورر فايل شير بتاعنا. لو قلت له هنا براوز اكسبلورر رينيمينج كده، انت دلوقتي جوه كل حاجة انت اللي مأكسس عليها. لو رحنا هنا على الكونتينر جوه البلوب، هتلاقي الداتا اللي احنا شغالين بيها هي الداتا اللي احنا عملنا لها اضافه. والفكره كمان ان انت حضرتك لو عملت ديليت، يعني اي زد 104.txt، هنا خلي بالك ان انت دلوقتي اليوزر والاكونت اللي هم داخل ده كده يقدر يدخل على اي حاجه من دول يعمل ديليت. يعني الراجل ده يقدر يعمل رايت كليك كده ويقول له هنا ديليت. هيديليت ايه؟ هيديليت يس كده ديليتنج الاي زد 104.txt اللي متضاف فيه البلوب. تعالى بقى لو فتحنا بقى دلوقتي هنا كده، دلوقتي هتلاقي هنا اعمل ريفرش. هنا بقى القصه دي، هنا المشكله ان انت تقدر دلوقتي، الراجل ده واخد فول اكسس على الستورج اكاونت بشكل كامل. يعني الراجل ده دلوقتي يقدر يعمل اي حاجه، يقدر يضيف، يقدر يحذف، يقدر يديليت، يقدر يedit. فدي في الغالب بتبقى مشكله لينا. مشكله لينا في ايه؟ ان الراجل ده ليه فول اكسس. عشان كده بنأكد تاني على موضوع ان احنا ما بنديش حد الستورج اكاونت نيم والكي 1 او الكونكشن سترينج او الكي 2 والكونكشن سترينج بتاعه لاي حد. ولو شكيت في اي حاجه لاي لحظه اعمل روتيت للكي. فانت دلوقتي تعالى كده دلوقتي اعمل روتيت للكي. احنا ضايفين دلوقتي بالكي والكونكشن سترينج لايه؟ لكي 1. فهو دلوقتي عملنا اهو روتيت، خلاص الدنيا بقت تمام دلوقتي روتيتد. تعالى افتح بقى هنا كده اللي احنا فاتحين بالكي، بص هنا سيرفر فيلد، خلاص اتعمل له، مش قادرين ناكسسه عشان احنا عاملين بالايه؟ بالكي. خلاص انت اللي احنا عايزين ناكسسه، خلاص انت الموضوع بالنسبه لك منتهي، لان احنا عملنا روتيت للكي. فانا وقفت بالطريقه دي كده، انا وقفت الاكسس اللي انا كنت مديه للناس بالاكسس كي اللي هو بالستورج اكونت نيم والكي. فنخلي بالنا كويس جدا واحنا بندي حد الاكسس كي والستورج اكونت نيم، واي شك في اي حاجه اعمل على طول روتيت وغير الكي. ده الستورج اكسبلورر، تقدر تتعامل معاه بشكل كبير جدا، وهنستخدمه في الجزئيات اللي فاضله لينا في الجزئيه الخاصه بالستورج. هسيب لكم اللينك بتاع الداونلود واللينك بتاع الاكسسنج بتاعه من على في الديسكربشن تحت، ان انت تقدر تداونلوده، وان انت والجزئيه الخاصه بالستورج اكونت كي تقدر تضيفها وتطبق اللاب دوت بشكل كامل. لا تنسونا من صالح دعائكم. كملوا معانا باقي الكورس باذن الله. ان شاء الله في السيشن اللي جاي هنتكلم على الفاس اللي هو الشيرد اكسس سيجنتشر، ان احنا ازاي نقدر نعمل مور كنترول على الاكسسنج اللي احنا بنديه للناس على الستورج اكونت بتاعنا، ونقدر نحدد ان هو يبقى ليه اكسس على البلوب ستورج بس، او يبقى ليه اكسس على الفايل شير، او ليه اكسس على الكيو او على التيبل بناء على الاكسس، واديله تايم معين، بخلاف الاكسس كي اللي بياخد فول اكسس على الستورج اكونت. لا تنسونا من صالح دعائكم بالتوفيق للجميع باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.